هنعمل مع بعض المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة، والنهاردة هنعملها بالسجق. وكمان هنعمل البشاميل بطريقة اقتصادية وحلوة جدا، وان شاء الله تعجبكم. وعلشان نعملها، اول حاجة عندي هنا نص كيلو من السجق متقطع مكعبات صغيرة. وعندي هنا واحد من الفلفل الأخضر مفروم ناعم، وواحد من الفلفل الأحمر، وبصلاية وسط مفرومة ناعم، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. أول حاجة عندي هنا صينية هنزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة. بعد كده هننزل عندي هنا بالسجق، وبعد كده بنسيبه على نار تكون متوسطة. وبعد كده بنوزعه في الصينية وما نقلبش فيه كتير لحد لما يبدأ ان هو يتشمع من المادة الدهنية ويبدأ ياخد لون. بعد كده بنقلبه، وبعد كده بننزل عندي هنا بالبصلاية، وبعد كده بنقلبهم مع بعض كويس لحد لما البصلة معايا تبدأ ان هي تدبل وتدخل في التسوية بالشكل ده كده. بعد كده هنزل عندي هنا بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، ونخلطهم مع بعض كويس. بعد كده هننزل عندي هنا بالفلفل الأحمر والأخضر، ونديلهم تشويحة مع بعض. و وبعد كده هننزل عندي هنا بمعلقتين من الصلصة أو معجون الطماطم، بتدي لون حلو جدا للمكرونة. وبعد كده بنخلطهم مع بعض، وبعد كده بنسيبهم ان هما يتشوحوا مع بعض كويس. وبعد كده بنبتدي ان احنا آه، نضيف رشة بسيطة خالص من الفلفل الاسود، علشان عندنا السجق اوريدي متبل، وكمان نظبط الملح بتاعه لو هو محتاج. بعد كده عشان نعمل البشاميل الاقتصادي، اول حاجة عندي هنا مكعب من المرقة دوبته في كوبايتين من المية، و3 كوبايات من اللبن، ويكون ساخن معانا. بعد كده عشان نعمل البشاميل، اول حاجة عندي هنا 3 معالق كبار من السمنة، ومعلقة كبيرة من الزبدة، وممكن ان احنا نستعمل عادي سمنة بس. اجمالي المادة الدهنية 4. بعد كده هنضيف عليهم 4 معالق كبار من الدقيق، وبعد كده هنخلطهم مع بعض لحد لما الدقيق معايا يبدأ ان هو يطلع الرطوبة، وكمان يبقى معانا في الشكل ده كده. اهم حاجة ان الدقيق يكون سايل في المادة الدهنية، علشان البشاميل ما يبدأش يكتل معايا، وكمان يكون ناعم وكريمي ويكون حلو. بعد كده تاني خطوة في ان البشاميل اللي معايا ما يكتلش ويكون ناعم وكريمي، اهم حاجة يكون اللبن عندي ساخن. بعد كده بننزل عندي هنا باللبن مرة واحدة، مع التقليب المستمر لحد لما القوام بيبدأ معانا يتقل بالشكل ده كده. ممكن عادي نستعمل كل الكمية لبن، ولكن انا حبيت ان انا اعمله اقتصادي وبيطلع حلو جدا. بعد كده بننزل عندي هنا بالمرقة حبة بحبة لحد لما القوام معايا يتظبط. ولأربع معالق كبار من الدقيق اخد حوالي 5 كوبايات من السوائل، سواء كان لبن او لبن ومرقة. بعد كده ضفت معلقة كبيرة من القشطة، بتخلي القوام معانا كريمي وبتدي طعم حلو للبشاميل ولون حلو. بعد كده ننزل عندي هنا بملح، وما ننزلش بكمية ملح كتير عشان احنا ضفنا مرقة، والمرقة اوريدي مملحة، ورشة من الفلفل الاسود. وبعد كده بنخلطهم مع بعض كويس جدا. بعد كده بنسيبه على النار لحد لما يغلي غلوة واحدة بس، وبيكون ده كده قوام البشاميل اللي معانا. بعد كده بيكون ده القوام حلو جدا وطعمه تحفة. وبعد كده عندي هنا مية بتغلي، وهننزل عندي هنا بنص كيلو من المكرونة اللي هي القلم، وملح. وبعد كده بنسيبها على النار لحد لما المكرونة تستوي معانا 3/4 سلق. لما نيجي نضغط عليها تكون لسه في المكرونة حاجة بسيطة،
وبعد كده بنصفيها وما بنغسلش المكرونة بتاعة البشاميل، عشان بتخلي معانا قوام صوص البشاميل مع المكرونة، بتديله قوام حلو جدا. بعد كده بناخد البشاميل ونبتدي نوزع طبقة كويسة منه في الصينية، وبعد كده بننزل عندي هنا بنص كمية المكرونة ونبتدي نوزعها في الصينية. بعد كده بننزل عندي هنا بطبقة من البشاميل. بعد كده بننزل عندي هنا بالسجق، وممكن عادي نحشي بلحمة مفرومة وبنعصجها بنفس الطريقة، ولكن بنضيف للحمة المفرومة ملح وفلفل اسود و7 بهارات او بهارات اللحمة عشان تديلها طعم حلو. بعد كده ضفت هنا جبنة اختياري لو متوافر، وبعد كده بنبدأ ان احنا ننزل عندي هنا بالطبقة التانية من المكرونة ونوزعها كويس جدا في الصينية، وبعد كده بتكون بالشكل ده كده. بعد كده هننزل عندي هنا بباقي ال الصوص او البشاميل على المكرونة ونوزعه كويس جدا بالشكل ده كده. بعد كده بندخلها الفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت لحد لما تكمل التسوية وتاخد لون حلو جدا بالشكل ده كده. طعمها وريحتها تحفة جدا، جربوها تعجبكم جدا جدا، و بتكون معانا حلوة بالشكل ده كده. بعد كده بتكون ده كده شكل المكرونة. وبعد كده لو حابين ان احنا تكون قطعة المكرونة متماسكة، بنخلي المكرونة بتاعتنا تبرد وبعد كده بنقطعها، ولكن بتكون صوصي احلى بكتير وبتكون طعمها حلو وبتكون معانا بالشكل ده كده حلوة جدا ومختلفة وطعمها تحفة. وان شاء الله تعجبكم، بتكون صوصي مع البشاميل وطعمها تحفة جدا بالشكل ده كده حلوة جدا. و عملناها ببشاميل اقتصادي وطعمه تحفة. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، عملنا فيه المكرونة بالبشاميل ببشاميل اقتصادي وطعمه تحفة جدا. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم اي اشعار بوصفة جديدة بنزلها. واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ونتقابل في فيديو جديد وفكرة جديدة. مع الف سلامة حبايبي.